مرحبا بكم في قناة تيمومو، لكن قبل البداية من فضلكم ادعمونا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. صحيفة تبون طلب من السيسي السماح للجزائر بتوفير احتياجات قطاع غزة من النفط مجانا، بالرغم من تصريح إسرائيل بعدم دخول أي مساعدات لغزة وأي تقرب سوف تعلن إسرائيل الحرب. لكن عبد المجيد تبون وبصفته رئيس جزائري حر وأن القضية الفلسطينية هي قضية تاريخية، أورد فيها تبون أن تلك الاحتياجات سوف توفر أيضا أسلحة لحركة كتائب القسام، وأن تبون سوف يخالف التعليمات العامة من الأمم المتحدة لأن القضية الفلسطينية قضية مقدسة. والآن تابعوا معنا الفيديو للنهاية لنتعرف على الكواليس. ذكرت مصادر لصحيفة الرأي اليوم أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لا يزال يحتفظ بأمل أن يوافق نظيره المصري عبد الفتاح السيسي على فتح المجال أمام الجزائر لتمرير مساعدات نفطية. وأفادت الصحيفة بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اقترح شخصيا على نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أن يوافق على توفير موقع لعبور مساعدات نفطية جزائرية لقطاع غزة. وتضمن اقتراح تبون أن تتكفل الجزائر بتغطية كل احتياجات قطاع غزة من النفط والمحروقات على نفقة الخزينة الجزائرية. وهنالك تسريبات أكدت بأن الجيش الجزائري يستعد أيضا لتوفير بعض الأسلحة لكتائب القسام، لأن إسرائيل تساءلت كيف حصلت كتائب القسام على تلك الأسلحة الفتاكة. وهناك تقارير رسمية وسرية أيضا أكدت بأن الجزائر كان لها دور قوي في تلك الأسلحة، ولكن تبقى الكواليس مخفية والتي سوف نبرزها لكم في الفيديو القادم. والآن نعود إلى الموضوع. وحسب الصحيفة فقد أبلغت مصادر جزائرية بأنها تتأمل أن تجيب الحكومة المصرية مباشرة على المقترح أو تبلغ الجزائر بالأسباب التي تحول دون تحقيق، خصوصا أنها تضمن تغطية كافة التكاليف. وقد هاجم عبد المجيد تبون رئيس المصري وقال له أن القضية الفلسطينية قضية مقدسة، وأنه إذا استعد جيدا والجيش الجزائري سوف يقوم باقتحام بدون تصريح من الرئيس، وأنه سوف يستعمر ممر مصر قوة، وحتى إن رفض عبد الفتاح السيسي ذلك، لأن قوة عبد المجيد تبون وقوة إفريقية للجيش الجزائري